يا صباح الفل. الزمالك كالعادة أول حد يقول لي هابي بيرث داي، هابي بيرث داي يا عم عمرو، هابي بيرث داي يا عم الزمالك، كل سنة وأنت طيب. فوز ولا أغلى، ولا أغلى بالنسبة للزمالك والجمهور، بس أي فوز بيبقى له معطيات. تعالوا كده نبص على معطيات الزمالك قبل الماتش. أرض مسحوبة، فريق بيبيع النجوم بتوعه، مش لاقي فلوس يدفعها رواتب للعيبة بتاعته، لعيبة بتهرب وبتمشي، مجلس إدارة فاشل. كل ده أرض مسحوبة زي ما بنقول، ونجوم بتتباع، وكل اللي انت عايز تقوله من سلبيات هتلاقيها موجودة في الزمالك. طب ازاي الفريق ده بيكسب؟ الله أعلم. يعني دي المعادلة الصعبة، ده اللي مخلي الزمالك فريق مرعب لأي حد. الزمالك بيدخل أي بطولة أيا ما كانت، هو داخل ينافس عليها وبقوة. فالزمالك بقى لغز بالنسبة لي. يعني الكاميرا لما جت على جماهير المصري في نهاية الماتش، الجماهير لسان حالها بيقول طب نكسبكم امتى؟ يعني لما انتوا في كل الظروف دي وبتكسبوا، احنا نكسبكم امتى؟ الزمالك بيرجع مرة تانية لوضعه الطبيعي في صدارة مجموعته في أفريقيا. الزمالك بكل الكوارث اللي أنا كنت لسه بقولها دي، فرق بينه وبين الأهلي في الدوري نقطة واحدة، مكمل في الكاس. الفرق بينه وبين بيراميدز 3 نقط. ففريق لغز، لغز محير. يعني يا جماعة، ايه المعطيات اللي تخلي فريق زي كده مكمل؟ انا بقى عايز ارد اقول خدوا الارض، خدوا لعيبة، بيعوا يعني فضوا الفرقة، اعملوا اللي انتوا عايزينه. الزمالك يملك حاجة مهمة جدا وهي جمهوره. الزمالك عنده جمهور عظيم دايما في ظهره. دي الحاجة الوحيدة اللي مش هتقدروا تاخدوها. دي مش أرض، دي مش لعيبة، مش ناس بتتباع بالفلوس، لأ. الناس بتجري ورا الزمالك في أي مكان وفي كل مكان. طول ما الجماهير دي موجودة في ظهر نادي الزمالك، توقع إن الزمالك دايما فريق مرعب، فريق قوي. فمبروك لنادي الزمالك ولجماهيره، وعاش الزمالك وطن لكل محبيه وجماهيره. السلام عليكم.